كيبدا الفيلم في واحد الجزيرة مهجورة من آلاف السنين، وكان عايش فيها واحد سميتو مايسون اللي خسر خدمته وحياته تخربقات من نهار خرج من الخدمة في المخابرات وهرب اليوم، وجا عاش في هاد الجزيرة باش يقضي اللي بقى من عمره وهو مهني وكيغني. في داك الوقت بدا كيلاحظ شي حاجة غريبة بزاف دايرة به، وكيلاحظ واحد المركب وصل للجزيرة، وكان في داك المركب بنت صغيرة كتجي كل مرة وكتكون معاها الماكلة وشي حوايج كتبغي تقدمهم للناس اللي ساكنين في الجزيرة، حيت مساكن كانوا فقراء جدا ومعظم الوقت ما كيسول عليهم حتى واحد. طبعا مايسون كان كيراقب كلشي اللي كيوقع، حيت كان واحد من الناس اللي كياخذوا داكشي اللي كتجيب، وكنشوفوا هادشي من بعد ما كتمشي البنت، حيت الظروف الماديه ديالو ماشي مزيانه، كان حقير فقير وعايش عيشه الدبانه في البطانه. كيرجع لدارو وكيكون باغي غير ينسى المرحله الاخيره ديال خدمته، وكيحاول يشرب على قد ما كيقدر، وكنلاحظوا باللي حياته كئيبه وما لقى حتى شي حاجه يديرها، وما باغيش حتى شي واحد يعرف الطريق ديالو. كدوز الايام وكتعاود ترجع البنت صغيره مره اخرى، ولكن هاد المره كان معاها عمها وكيدخلوا بمركب الجزيره، ولكن هاد المره الهدف الاساسي ديالها هو مايسون، حيت لاحظت باللي ما تسلمش الهديه اللي كانت صيفطات ليه المره اللي فاتت. كتحاول تهضر معاه وتخرجوا من الحاله اللي هو فيها، ولكن هو ما باغيها تتعلق به بزاف، حيت حياته خطيره ويقدر يموت في اي وقت، وما باغيش يورطها معاه حتى في شي مشكل. ولكن البنت كانت ما مفكاش وعندها فضول تدخل حياته وتعرف علاش كيعاملها بهذه الطريقه، مع ان هي وعمها ما مخليين حتى شي واحد محتاج في الجزيره. ديك الساعه كنشوفوا مايسون كيسد الباب في وجهها، حيت عارف ان مستحيل تفهم علاش كيبعد عليها، ولكن البنت كتبقى تدقدق على الباب وهو سامع، ولكن رافض يحل، وما لقات حتى شي حل قدامها غير تخلي ليه الهديه اللي جابت ليه قدام الباب. يمكن ملي يحلو يلقاها ويعرف باللي نيتها غير الخير وباغيه غير تعرف عليه. في داك الوقت عمها كان مازال واقف في المركب كيتسناها باش يمشيو، وكان خايف واحد الحاله هستيريه وصعيبه بزاف بسبب العاصفه القويه اللي بانت في ديك البلاصه، وهذا الشيء كيعني باللي هذا النهار ما غاديش يدوز على خير وبخير. وفجاه العاصفه كتزاد بشكل كبير وغرقت المركب، والبنت وعمها ما لقاو حتى شي واحد ينقذهم، وبان عليهم باللي غادي يغرقوا في البحر. ولكن في ديك اللحظه الكلب ديال مايسون حس بشي حاجه ماشي طبيعيه، وهذا الشيء خلى مايسون يفهم بذكاء باللي راه شي واحد في خطر. جرى باقصى سرعه اللي عنده ونزل بالمركب ديالو لقلب البحر يمكن يفهم شنو واقع، وهنا كيكتشف الصدمه ملي كيلاحظ باللي المركب غرقت باللي فيها، وكيهبط لقاع البحر وعنده امل ولو صغير ينقذ غير واحد فيهم. ولكن للاسف في ديك اللحظه كيلقى عمها مات وشبع موت، والبنت الصغيره مسكينه كانت مشدوده من شعرها وما قادراش تحرك، وما يصن في هذه اللحظه قدر يطلعها من الماء في اخر لحظه وكتب ليها الله عمر جديد. بدا كيحاول يفيقها ودخلها للدار، ومن بعد شويه حالتها كتحسن، ولكن ملي فاقت اول حاجه دارتها سولات على عمها، وهنا كتشد الصدمه ديال عمرها ملي مايسون كيقول ليها باللي للاسف عمها مات وما قدرش ينقذو. البنت كتصدم بزاف وكتبقى رافضه تصدق اللي وقع، وكتقضي الليله كامله كتبكي وما قادراش تحمل الخبر. في النهار الموالي كنشوفوا البنت كتبقى تألم بزاف في رجليها من الضربه اللي طاحت بها من المركب، ومايسون كيحاول يدير ليها اسعافات اوليه باش يعالج رجليها، ولكن هي بغات تمشي غير من ديك البلاصه بسرعه وما قادراش تصبر. ملي كتلاحظ باللي مايسون ما مهتمش يسمع ليها كتقول ليه باللي عندها عائله وناس كيبغيوها واكيد غيسولوا عليها، وإلا عرفوا باللي خاطفها غادي يأذيوه. ولكن المفاجاه هي ملي مايسون كيقول ليها باللي حتى شي واحد من عائلتها ما غادي يجي، حيت ببساطه ما بقى حتى شي واحد، واخر واحد كان هو عمها اللي غرق. البنت كترعب ملي كتشوفو عارف عليها هاد المعلومات كامله، وكتشك باللي كان كيراقبها من قبل، ولكن هو كيرفض يزيد يشرح ليها اي معلومه. البنت كتستغل اول فرصه ملي مايسون كيبعد شويه وكتحاول تلقى اي حاجه تدافع بها على راسها، حتى كتلقى واحد السكينه وكتخبعها تحت المخده. كتبقى مقلقه ومبرزطه وما عارفه شنو غادي يوقع، وبالليل وهي ناعسه كتبدا تخرج منها واحد الاصوات وكتحلم وكتحرك بحال الا كتحلم بكوابيس. مايسون قرب ليها باش يفيقها، ولكن هي كتفيق مخلوعه وكتحط ليه الموس في وجهه. هو كياخذو منها وكيحاول يطمئنها وكيقول ليها لو كان باغي يأذيها كون راه خلاها تغرق. هنا بدا كيعلمها كيفاش تستعمل السكينه باش تدافع على راسها، وكيقول ليها باللي العلاقه اللي بينهم قويه بزاف، ومن بعد عاد غادي تفهم علاش قال ليها هذا الشيء. ولكن من بعد كتبان عليها اعراض غريبه في رجليها، وكان فيروس خطير بدا كينتشر ليها في الجسم ديالها، وهذا الشيء كيعني خاصها تعالج بالزربه. الامور كتبدا كتعقد، ومايسون كيحن عليها شويه وكيبدا يعاونها تحرك في الدار باش ما تخافش منه، وباغي يخليها تحب البلاصه حيت
بنسبه كبيره غتبقى معاه هنا طول حياتها. من بعد كنشوفو ميسن كيمارس الهوايه المفضله ديالو وهي الرسم. كيبغي ينقص الضغط عليه حيت المسؤوليه غادي تزيد وما عارفش منين غيجيب الفلوس باش يصرف على راسو ولا على البنت كتبدا تتاقلم مع المكان حيت استسلمت للقدر ديالها ولا حتى هو قرب ليها بزاف. ولاو كيلعبوا الشطرنج بحال الا عارفين بعضهم من زمان، وملي كتسولو منين كيعرفها كيقول ليها الحقيقه كامله، وانه من سنين كان خدام مع عمه في المخابرات وخرجوا بزاف ديال المهمات مع بعضياتهم. وهنا كنشوفوا الفيروس انتشر في رجليها، وهذا الشيء خلى مايسون يضطر يخليها بوحدها في الجزيره ويمشي يجيب ليها الدواء، والبنت كتكون قاعده بوحدها في الدار وهذا الشيء خطير بزاف على حياتها. ولكن الحاجه الوحيده اللي كانت كتهون عليها شويه هي انها كانت كتفرج في الرسومات ديال مايسون، وبالصدفه كتكتشف باللي فتح الهديه اللي كان جايبها ليه من قبل. في ذاك الوقت مايسون كيكون وصل للمدينه وكيبدا يقلب على احسن بلاصه يقدر يجيب منها الدواء، ولكن المشكل الكبير هو انه ما معاه حتى شي ريال وكيضطر يخبي وجهه من الكاميرات ويسرق الدواء بلا ما يشوفو حتى شي واحد. هنا كنمشيو للمدينه كنشوفو اجتماع كيدارو مهم بزاف، كيحضروا شخصيات كبار في المخابرات وكتقول فيه رئيسة الوزراء باللي الاخبار اللي تسربت على المخابرات غادي دير لهم مشاكل امنيه كبيره وغادي تخلي اي واحد يطمع فيهم. كيجاوبها المسؤول مونفورت وكيقول ليها باللي نظام الامن عندهم قوي وكيحاول يطمئنها باش ما تقلق، ولكن كتصدم وكتقول ليه باللي اغلب البيانات ديال القوات اللي خدامين في المخابرات تسربات في كل بلاصه، وهذا الشيء كيعني باللي شي واحد هكر السيستم كامل. كيسالي الاجتماع وكتقلب الدنيا والدنيا كترون ما بين رئيسة الوزراء ومونفورت وكيعقدوا اجتماع سري باش ياخذوا قرار في المصيبه اللي وقعت. وفي النهايه كيتقرر باللي مونفورت خاصو يتخلى على المنصب ديالو بسرعه قبل ما يتحمل المسؤوليه كامله. وهنا كيوافق حيت المعلومات اللي تسربات خطيره بزاف وكان هو والمساعدين ديالو خاصهم يمنعوها من بكري. ذاك الوقت مايسون كان مخبي الفلوس القليله اللي معاه باش يصرفها في حاجه مهمه وهي انه يشري للبنت شي حوايج تبدل بهم. وفجاه كيتفاجئ بواحد المجموعه ديال البنات كيهضروا وكيصوروا في البلاصه، ولكن الكارثه الكبيره هي ان مايسون باين في التصاور. جهاز الامن في المدينه كان مركز مزيان ولاحظ باللي هذا الشخص غريب على الناس اللي متعودين يشوفوهم وبداو كيشكوا فيه وكيطيح في عمليه خطيره وقعت تما في البلاصه. تعطى الامر باش يوصلوا ليه ويشدوه، ومن بعد مده قصيره مايسون كيرجع للجزيره باش يعطي الدواء للبنت ويعالجها. وبين ما هما جالسين وكياكلوا كيسمعوا واحد الصوت غريب بزاف وكيكتشف مايسون باللي شي مركب جاي للجزيره. ملي كيركز مزيان كيشوف باللي الشرطه ومعاهم السلاح وكيعرف باللي الموضوع ما غاديش يدوز على خير وبخير. وهنا غادي ترون كيطلب من البنت تبقى في الدار وهو غيتصرف وكيخرج. واول حاجه دارها هي قطع واحد الحبل كان رابط فيه واحد الفخ وقدر يجر واحد منهم من البحر. كيشعل كشافات كبار كان دايرهم في الجزيره وكيبان واحد من الشرطه وكيضرب عليه بالقرطاس، ولكن مايسون كيعلق. كيطلعوا للجرب باش يوصلوا ليه، ولكن ملي قرب واحد منهم مايسون كيرش عليه البنزين وكيشعل في حبه العافيه. في الجهه الاخرى واحد من الضباط استغل الفرصه ودخل للدار ويلا كان غادي يهجم على البنت، ولكن الكلب ديال مايسون كان بالمرصاد هجم عليه والشرطي يضرب الكلب بالقرطاس وقتلو. من بعد كيخطف البنت وكتبدا تغوت باش يسمعها مايسون كيسخر الخبره ديالو في المخابرات وكيشنق واحد منهم بالحبل وكيشد اول سلاح وكيضرب الضابط اللي كان شاد البنت هاك شد تلقى. والمصيبه ما كانتش الضحايا ولكن في الكاميرا اللي كانت مع الشرطه وصورات كلشي. ودابا عرفوا الهويه ديال مايسون والبلاصه اللي عايش فيها. هنا كيعرف باللي من دابا ما غاديش يعيش مهني. كيرجع للدار وكيلقى الكلب ديالو ميت ومغرق في الدمايات، ولكن ما كانش عنده الوقت باش يحزن عليه وخصهم يهربوا قبل ما تجي دوريه اخرى. كيتصل بواحد كان خدام معاه من قبل وكيقول ليه غادي يجي يجلس عنده حتى تهدأ الامور، ولكن كيفاش غادي تهدأ والمخابرات كلها في حاله طوارئ من بعد ما لقاو الرجال ديالهم كاملين مقتولين في الجزيره. المخابرات كتبعت اخطر واحد عندها ضابط محترف سميتو والتر. مايسون كيهرب من الجزيره مع البنت وكيمشيو للمدينه وكيعطيها سلاح وكيعلمها كيفاش تستعملو. كتسولو فين غادي وكيخليها وكيمشي يقلب على شي طوموبيل. كيلقى واحد الطوموبيل ولكن المسخوط ما عارفش كيفاش يخدمها، ومسخوط الوالدين كيدخل لدار مولاها باش يقلب على السوارت. صاحب الدار كيوقفوا كان غادي يقتلو، ولكن البنت كتدخلوا معاها سلاح وكيتفقوا باللي يخرجوا بلا ما يتأدى حتى شي واحد. في مركز البيانات كيكتشفوا باللي مايسون تورط في عمليه انتحال شخصيه والملف ديالو تبدل مع واحد المجرم وكيبان باللي شي حاجه خايبه غتوقع، ولكن ما قادرينش يحددوا شكون السبب. كيبان انذار استغاثه في المدينه وكيعرفوا باللي غالبا مايسون هو
هو اللي موراها. وفي نفس الوقت كنشوفوا مونفورت وهو العقل المدبر لكل الجرائم عن طريق تنظيم سري، واخر عضو فيه كان هو ميسون، وخاصو يموت باش الاسرار تموت معاه. كيأجل قاتل محترف باش يقتلو. ميسون كان كيتعالج من الاصابات، وصاحب الدار اللي سرقوه كان راجل طيب ووافق يوصلهم، ولكن ولدو بلغ البوليس، وخلال ثواني فقط وقول المكان كامل. صاحب الدار بغى يهضر مع الشرطه، ولكن والتر ضربو وقتلو. كيوقع اشتباك وغادي ترون. ميسون كيقتل فيهم جوج وكينشر الثالث وكيهرب مع البنت. كيهربوا بالطوموبيل وكيطيحوا والتر في حديث، ولكن المسخوط ما ماتش. مونفورت كيصيفط الاحداثيات ديال ميسون للقاتل. ميسون كيمشي عند صاحبه وكيطلب منه يحمي البنت الا مات، وكيعرفوا باللي مونفورت هو راس الحيه. القاتل كيهاجمهم مره اخرى، والبنت كتحاول تنقذ ميسون ولكن كيقدروا يهربوا. مونفورت كيصيفط عصابه اخطر وكتنوض الروينه ولا بالباله. ميسون كيقتل بزاف ولكن كيستطيعوا يخطفوا البنت. ميسون كيهجم على حبهم بلا رحمه، هاك شد الكا حتى كيرجعها، وكيهربوا بالموتور حتى للمرسى. كيودعها وكيخليها تمشي. ديك الوقيته كيكون والتر وصل عند ميسون وكيطلق عليه القرطاس، ولكن ميسون ملي تاكد باللي البنت بعيده وبسلام كيدخل مباشره في اشتباك مباشر مع والتر. ولكن المشكل كبير هو ان القرطاس ديالهم بجوج ساله وما بقى عندهم حتى شي قرطاسه. والتر كيشد سكينه وكيهجم على ميسون وكيطيحوا بجوج. كنشوفوهم في قتال دموي خطير وكيبداو يطحنوا بعضياتهم بلا رحمه. هاك شد لقى هاد المره القوه كانت ديالهم متوازنه ما بيناتهم، كل واحد فيهم مجروح وكل واحد باغي يقتل الاخر. ولكن في النهايه ميسون كيقدر يتغلب على والتر وكيسالي على حبه نهائيا وكيطيح وكينشر والتر ميت في الارض. وديك الساعه ما بقات لميسون غير مهمه وحده واخيره، وهي انه يمشي ويصفي الحساب مع مونفورت. كنمشيو عند مونفورت اللي كان جالس في دارو ما عليه ما بيه، كيتفرج من الشرجم وكيشوف الرجال ديالو كاملين طايحين في الارض ومقتولين. وفجاه كيتفاجئ بميسون واقف قدامه. مونفورت كيبدا يحاول يهدي الوضع وكيبدا يبرر ليه كل شيء وكيشرح ليه علاش دار هذا الشيء كامل، وكيقول ليه باللي كان مضطر وباللي كان كيدير هاد الجرائم باش يحمي راسو والمستقبل ديالو. ولكن ميسون ما نسى حتى لحظه من العذاب اللي داز عليه بسببه. لا ما يهضر بزاف، ميسون هز الفردي ديالو وكيتيري على مونفورت واحد القرطاسه مباشره في دماغه وكيصفيها لحبه وصيفطو العزران يتحاسب، وكيصفي الحساب ديالو مع الماضي كامل. في الاخير كنرجعوا للبنت الصغيره اللي دابا عايشه في اسبانيا، ولات عايشه حياه هادئه ومستقره وبان باللي كل شيء دايز مزيان. ولكن كنكتشفوا باللي المخابرات مازالين كيراقبوها من بعيد، حيت متاكدين انه الا رجع ميسون شي نهار غادي يوصلوا ليه عن طريقها. وفي واحد اللحظه كنشوفوا ميسون واقف بعيد كيراقبها من بعيد وكيطمن عليها بلا ما تشوفوا، ومن بعد كيدور وكيختفي في الصمت. وكيسالي الفيلم ديالنا على هذا الشكل. الا عجبك ملخص الفيلم ما تنساش دير لايك، بارطاج الفيديو واشترك في القناه الا ما كنتيش مشترك باش يوصلك كل الملخصات ديالنا. كان معكم مول الماس والسلام عليكم.